انتوا عارفين ان انا كل يوم ما يغمضليش جفن لما اعمل كيك. بس النهارده الكيك اللي معايا مختلف، هو اشهر وصفة في فرنسا زي ما اتقال. يعني هي اسمها كيكة المادلين. آم، بصوا، هي غريبة شوية في التكنيك بتاعها، غريب شوية. تمام. هي اول حاجة كده 250 جرام من الزبدة. بعملهم على النار لدرجة، بسيحهم على النار لدرجة يبقوا بني كده. تمام. بعد كده هصفيهم يعني واحطهم على جنب. تمام. هحط بقى 280 جرام دقيق منخول، معلقة كبيرة بيكنج باودر، و 175 جرام سكر، ومعلقة فانيليا، وايه تاني. تمام. واربع بيضات. اوكي. بس هعملهم. المفروض انها تبات في التلاجة يوم كامل، مش حابة آه ادهن الزبدة، ادهن الصينية بتاعتي او وات ايفر، هو بتبقى قوارب او اي اشكال يعني. ادهنها لو في زبدة من اللي انا اسمها ايه يعني، مش عارفة اسمها ايه، نقحت مش ما علينا يعني. اسيبها، اسقعها واحطها. لو انتي مش مستعجله سيبيها لتاني يوم. انا الصراحه سبتها لتاني يوم. بعد كده هعملها 5 دقايق على 230 درجه حراره عاليه، وبعدين 7 دقايق على 180. أم، اما تطلع ممكن اعمل لها صوص شوكولاته، ايا كان الصوص يعني. انا هسيح شوكولاته كده واحطها عليها، او من غير زي ما انتوا حابين. اهم حاجه فيها معلقه بشر ليمون او برتقال، عشان انا نسيت اقول يعني. تمام. يقال انها تحفة، فهنجربها ونشوف. بصوا عليت ازاي. ايه ده؟ اوكي، الفلاش بتاعي قفل. هشغل الفلاش بس وايه واوريها لكم تاني علشان خاطر تشوفوها. هي باين عليها تحفة بقى. انا ممكن اقول لكم تاني المقادير: 250 جرام زبدة، 200 قلنا يعني هننقعها. ما علينا، المهم يعني. بس بحاول احطه لكم في الشاحن. بصوا، هي طبعا عليت خالص. بصوا، بس عملت حاجات غريبه كده. هي كانت في الوصفه بتقول ما تعلوهاش قوي، بس انا يعني ايه، قلت هعمل كل الكميه في الحبه دول. مش مهم الشكل، بس حاسه انها مختلفه فعلا، يعني التكنيك بتاعها مختلف. هندوق يا جماعه، هندوق. مش عارفه، حاسه انها شكلها عجيب جدا. بعمل لها صوص الشوكولاته دلوقتي وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. وانا ايه طبعا حطيتها على يعني ايه في مكانين كده، بس انا بحب اهويها من تحت، فاهمين؟ ممكن احطها على شبكه، بس مش عارفه حطيتها على ده وخلاص بقى اللي لقيته في وشي بصراحه يعني. ما انكرش ان شكلها عجيب، بس هي يعني انا مش عارفه، مش عايزه ابوظها والله، بس هي طريه جدا جدا. بس هحط عليها صوص بقى. بس زي ما بقول، انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا ولادي مرضيوش ابدا، يعني لما اقترحت عليهم الكيك قالوا لي بس يا ماما لو حطيتي عليها مكسرات مش هناكلها، فوفريها على نفسك يعني. فخلاص بقى يا جماعه، اقتنعت يعني برايهم. يعني احنا ماشي هنقول عليها كب كيك، بس بيقولوا عليها هي ريحتها مختلفه طبعا. معلش يا جماعه، دي طماطم علشان ايه، هنعمل فته. هعمل فته بكره. تمام. بس عايزه احضر ادواتي عشان ايه، هتبقى بدري شويه يعني. والله يا جماعه هي غريبه. كمان ماليش نفسي ادوقها دلوقتي، مش عارفه. هبقى افتح لكم واحده من نص ثانيه. لا، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. بصوا، هي لونها طبعا غامق لان الزبده طبعا غامقه. متوقعه لها طبعا تبقى تحفه لان فيها زبده كتير، يعني ربع كيلو زبده. فيها ربع كيلو زبده، انتوا متخيلين؟ بس مساله التحميص الزبده دي بقى ايه الحوار، مش عارفه. هندوقها وهنقيمها ان شاء الله، بس لما يجيلي نفسي ليها، لان حقيقي يعني مش هنزل لكم الفيديو ده الا مقيماها يعني. بس حقيقي ماليش نفسي خالص اكلها دلوقتي. طيب بصوا كده، انا عملت كده ايه يعني، غطستهم في الشوكولاته. جات لي فكره وافتكاسه كده ان انا اجيب حقنه وايه واحشيه من جوه.
تمام. طبعا هيبقى لذ والاولاد هيحبوه قوي قوي قوي، حاسه بكده. مش عارفه ايه، هو شكله اتغير يعني لما انا عملته كده. ماشي هنشوف كده هنعمله وهنقيم بقى بكره لما يبرد بقى وكده يعني، فاهمين؟ بصوا يا جماعه، حشيت كل واحده تقريبا مقدار حقنه كامله. تمام. انا عايزه اوريكم واحده من تحت. بصوا بقيت اخرم كده ويعني على حسب كده الاماكن، عملت لها اي ستايل كده. تمام. طبعا هسيبها تجمد، مش هينفع تتاكل دلوقتي او تتفتح، مش هيبان منظرها ولا حلاوتها يعني. هسيبها تجمد بقى. اوكي. بصوا يا جماعه، انا يعني الحاجات دي، انا عندي ولدين هما اكلهم بطيء يعني مش كتير، وبحاول ابعد عن نفسي انا الاكل ده. فبعمل ايه بقى؟ يعني بحتفظ بالحاجات دي في الفريزر. البتاع دي عاليه قوي، مش عارفه. العلب اللي عندي اللي هي العلب النص كيلو، مش عارفه هجيب لها بقى، هجيب علبه تلاجة بقى. العلب التلاجة هتلاقي 3 مثلا يعني فاهمين. مستنيها تجمد في التلاجة الاول وبعد كده هبقى احطها، لان انا لو حطيتها هي ايدي، بص ايدي كل ما المسها هتتبهدل. فهسيبها. بس بصوا ايه رايكم في الشغل ده؟ اي كلام يعني بس حركات يعني، يا رب تعجبهم بقى وجربوها بجد يعني، علشان بيقولوا ان الوصفه دي تحفه. قلت لكم اول ما ادوقها هقول لكم عن رايي، مش عايزه اقول رايي. الحاجات التانية ببقى مجرباها قبل كده مره واتنين فبقول، انما المره دي اول مره اجرب حاجه زي كده، فهي غريبه شويه فكره الزبده يعني فيها حاجات غريبه، يمكن ناس كتير تعرفها بس انا غريبه حتى طريقه تسويتها. ف هي درجة حرارة 5 دقايق 230، 180 7 دقايق، 250 جرام زبدة، 280 دقيق منخول، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة بشر برتقان أو ليمون، أنا استخدمت الليمون، 4 بيضات، مش عايزة أنسى حاجة، بس تقريبا ما فيهاش حاجة تانية. 175 جرام سكر بس يعني. طريقه تسويه غريبه، وكمان الزبده ان انا اقدحها بس طول الفيديو مش عارفه اقدح الزبده. كلمه طبعا قديمه وعارفينها كلنا، بس انا بقى بنسى الكلام يعني. تمام. لغايه ما تسمر، وبعد كده يعني طبعا ممكن تطلع مثلا حاجات كده فيها يعني. المهم ان احنا ايه، نشيلها ونكمل يعني سوري، نصفيها ونحطها. وبيتها يوم كامل في التلاجة. ممكن قالك تعمليها تدهني القارب زبدة وتحطيه في التلاجة برضو من الزبدة بتاعت المادلين دي بالطريقة دي يعني. يقال ان الزبدة دي لما بتتقدح كده بيقولوا عليها بقى انها دي انها كده بقت زبدة البندق. يقال كده انها بتعمل ريحة البندق. هو انا ايه، مش شامه يعني، شامه ريحه كيكه بصراحه، بس لسه بقى هنشوف الطعم ايه.